اير جوردن 4 من شهور ناس كتير بتبعت لي اعمل مراجعه عليه، فتعالوا نشوف ايه قصته ونوضح شويه حاجات. يا مساء الفل، بقالي مده طويله ناس بتطلب مني اعمل مراجعه على الكوتش الجوردن 4 تحديدا، وبسالهم عاوزيني اراجع فيه ايه بالظبط، فبيقولوا لي ازاي نفرق بين الهاي كوبي والميرور. فحاضر هنعمل مراجعه سريعه. اولا كده المقاسات، طبعا الكوتش غني عن التعريف وبينزل منه من 36 ل 45 وساعات 46، وانا جايب لكم النهارده قطع 46 هوريها لكم عشان الناس اللي مقاساتها كبيره. بس عايز اوضح حاجه كده في البدايه، انا قلت في فيديو قبل كده ان يا جماعه مفيش فرز واحد بينزل. الهاي كوبي ممكن ينزل منه فرز واثنين وثلاثه، وكذلك الميرور ممكن ينزل منه اكتر من خامه، وهوريكم الكلام ده النهارده في الفيديو. كله في الاخر تقليد، مش هتقدر تعرف ايه الهاي كوبي والميرور غير لما تمسك القطعتين في ايدك او شويه علامات بسيطه، وده اللي بحاول اقوله لكم في الفيديوهات. يلا بينا نبدا. طبعا ان اجيب نفس القطعه باكتر من خامه عشان اصورهم ده ما بيكونش سهل، فانا لقيت قدامي القطعه دي اير جوردن 4 ريترو وايت اوريو. دول خامتين بقى، تعالوا كده افرجكم عليهم واوريكم الفروقات بتاعتهم. حاولوا كده تركزوا معايا في كل التفاصيل عشان تعرفوا الفروقات. طبعا اول حاجه هنلاحظها لون النعل نفسه مختلف، يعني لو انت كنت مسكت قطعه فيهم من غير ما تمسك الثانيه ما كنتش هتلاحظ الفرق اصلا. تاني حاجه واضح جدا ان اللي تحت البطانه بتاعتها تقيله جدا ومحمله، ودي ركزوا فيها قوي عشان دي اللي هنعتمد عليها. ودي القطعه اللي مقاسها 46 زي ما قلت لكم. بصوا بقى القطعه اللي فوق البطانه بتاعتها اخف ازاي، اعتقد واضحه جدا. طبعا البطانه بتاعت اللي فوق مش خفيفه ولا وحشه، بالعكس كويسه، بس لو هنقارنها بالقطعه اللي تحت في فرق واضح جدا بينهم. تعالوا نبص على حاجه ثانيه، بصوا جوده الجلد نفسه مختلفه، حاولت اوضحها لكم على قد ما اقدر. القطعه اللي فوق دي اللي هي كانت البطانه بتاعتها محمله، بصوا فرق الجلد عن اللي تحت عامله ازاي، والتقفيل نفسه بتاع الجلد من الوش كده لو تاخدوا بالكم مختلف، القصه نفسها مختلفه من اللي فوق عن اللي تحت. تعالوا نروح لعلامه الجوردن من ورا، اللي على الشمال دي اللي هي الخامه العاليه. شوفوا محفوره ازاي علامه الجوردن، القطعه اللي ورا كلها جلد على بعضها، عكس اللي على اليمين مجرد علامه ملزوقه. فوق حتى في حته بلاستيكه او سيليكون كده، مش كلها جزء واحد زي الثاني. طبعا في كمان المصري، ودي بتكون من غير بطانه من ورا، بيبقى مجرد جلد بس. وزي ما انتم شفتوا في فروقات كتير وصعب تعرفها لوحدك الا لو مسكت القطعتين بنفسك، لان الموضوع مش سهل يعني وبسيط. انما الخلاصه نقدر نقول ان اسهل طريقه تميز بيها كوتش الجوردن 4 خامه عن خامه هي البطانه من ورا. البطانه كل ما كانت محمله وكويسه من ورا والكوتش نفسه محمل، ده بنسبه كبيره بيبقى معناه ان الكوتش كده خامته احسن، بعيد بقى عن باقي التفاصيل اللي انت مش هتعرفها غير لما تمسك الكوتشين. وفي ساعات الوان ما بينزلش منها غير فرز واحد في السوق. ها بقى ايه رايكم، انهي الميرور اوريجينال وانهي الهاي كوبي؟ طبعا هتقولي الميرور اللي كان البطانه بتاعتها كويسه والجلد بتاعها احسن. اقول لك لا، الاثنين ميرور، بس في واحده خامتها اعلى من الثانيه فكمان بيبقى سعرها اعلى، انما الاثنين بيتباعوا ميرور عادي جدا. وده اللي دايما بقول عليه، مفيش حاجه وحشه ومفيش حاجه حلوه، كل حاجه ليها سعرها، المهم تجيب اللي يعجبك ويناسب ميزانيتك. يعني ما يبقاش معايا 300 جنيه وعايز اجيب الخامه اللي معديه 1000 جنيه. بس في سؤال، طب احنا بنعمل مراجعات زي كده ليه؟ اولا عشان في ناس منكم بيطلبوا المراجعات دي، وتاني حاجه ان الوعي عند الناس يزيد شويه، عشان في ناس فاكره ان الخامات كلها واحده، التجار بتضحك عليهم وخلاص. والحاجه الثانيه ان في تجار برضه مش سالكين، بيبقى عايز يبيع الحاجه الهاي كوبي على اساس ان هي اوريجينال او حتى ميرور. فاحنا بنحاول نوضح الفروقات عشان الناس تبقى فاهمه قدر الامكان. ودي كانت حلقه سريعه، يا رب تكونوا استفدتوا منها، ولو وصلت لحد هنا ما تنساش اللايك بقى والاشتراك في القناه. سلام.